احنا هنروح نلعب كوتيفوار. كوتيفوار منتخب مش سهل، ولكن المباراة هتكون احسن من بنين بمراحل. طب هتقول لي بقى ليه منتخب مصر لعب بالشكل ده، وليه انت مطمن قوي على منتخب مصر قدام كوتيفوار؟ اقول لك. مبدئيا منتخب بنين معروف انه هينزل يدافع، فتحس ان اللعيبه نازله قرفانه. احنا هنلعب ماتش وحش، هنلعب ماتش تكتيكيا الخصم اللي قدامنا راكن الاتوبيس ورا، واحنا هنقعد نحاول ونرفع الكوره ونشوط من بره ومش عارف ايه وعرضيات ويلا. لكن لما هتلاقي كوتيفوار، كوتيفوار عايزه تكسبك، كوتيفوار هتهاجمك، فهتفتح مساحاتها، فانت هتعرف تلعب مع كوتيفوار في المرتدات، فهتكون المباراه افضل كمتفرج وكمشجع من مباراة بنين بكتير. فالحمد لله ان احنا عدينا. انا بسمي المباراة دي عنق الزجاجة. هي المباراة دي اللي بتعديك من مرحلة المجموعات لمرحلة البطولة بقى. انت داخل على كوتيفوار، بعديها بنسبة كبيرة هتلاعب السنغال، بعديها هتروح النهائي. فانت الماتشين اللي جايين دول بالروح بالدم، افريقيا مش هتروح زي ما بنقول. بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. فان شاء الله منتخب مصر قادر، والبطولة قريبة، والله العظيم قريبة، والتامنة بإذن الله نقدر نفوز بيها إن شاء الله. شوية تركيز، شوية اجتهاد، شوية رجولة، شوية أداء، اللي هو أنت منتخب مصر، الكل بيجي قدامك عامل لك مش ألف حساب، عامل لك مليون حساب.